السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألف مبروك المغرب تنظيم كأس أفريقيا 2025، وإن شاء الله أيضا نبارك للمغرب بتنظيم كأس العالم 2030، لأن الملف المغربي سيكون ملف قوي جدا صحبة البرتغال وإسبانيا. مباشرة أستاذ محمد المغودي من الرباط. طبيعي لما نتحدث مع الأستاذ محمد المغودي الجميع يريد أن يعرف كواليس احتضان أو اختيار المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2025. والله عزيزي أن الأمر فيه كثير من الوضوح وكثير أيضا من الشفافية. أعتقد أن مكتب الدراسات الذي قام بتقييم الملفات التي كانت مشاركة ومنافسة أيضا لاحتضان نهائية أفريقيا 2025، ومن خلال الوثائق المسربة تبين بأن الملف المغربي كان قويا على جميع المستويات، سواء على مستوى البنية التحتية، على مستوى التواصل، على مستوى القضايا القضائية، سواء أيضا على مستوى الطرقات، وأيضا حتى على مستوى أيضا العلاقات بين المغرب وباقي الدول الإفريقية. أنا أعتقد بأن المغرب نال هذا الشرف وباستحقاق. وأيضا وهنا أعقب على موتسيبي حينما قال بأن أعطينا هذا التنظيم للمغرب دعما لملف 2030. أقول لموتسيبي ربحنا نهائية أفريقيا 2025 لأن ملفنا كان قوي، ولأننا أيضا ترشحنا لهذا الملف قبل أن نترشح أيضا لمونديال 2030، وبالتالي أن اللغة الدبلوماسية لا تحتاج في مثل هذه المواقف. هذه المواقف تحتاج الوضوح، كما كانت الوضوح على مستوى التنقيط، كما كانت الوضوح على مستوى مكتب الدراسات. وبالتالي أنا أقول بأن المغرب قوته تتجسد أولا في الجانب المعرفي، في الجانب الفكري، في الجانب الأخلاقي. بلد التعايش، بلد يقبل بالجميع، بلد يحترم ميثاق الاتحاد الافريقي وميثاق الدولي انه يفصل السياسه عن الرياضه، بلد ايضا بلد الحضارات، وايضا على المستوى الرياضي بلد البنيه التحتيه، بلد على مستوى قوه المواصلات. وهنا اعطيك ايضا حتى على مستوى السكك الحديديه هناك تجديد كامل للاسطول، كما أن هناك أيضا تجديد أيضا للمطارات، كما أيضا هناك إصلاح كبير على مستوى طرق السيارات، كما أن هناك الكثير والكثير من أجل هذه المحطة، محطة 2025. ودعني عزيزي هيك أقول لك أن محطة 2020 الآن بالنسبة للمغرب هو مقابلة إعدادية ل 2030. نحن الآن بصدد التحضير القوي والجيد مع الجيران، مع اسبانيا ومع البرتغال 2030. اما 2025 فشخصيا انا منذ ان تقدمنا بالملف وكنت واضحا معكم في هذا البرنامج، قلت لكم في مارس الماضي 2025 سيكون بالمغرب. الان نحن نحضر من خلال 2025 ل 2030، والاكيد ان 2025 ستكون نسخه استثنائيه بكل المقاييس ان شاء الله. طبيعي سأعود لهذا بعد قليل، باعتبار مطالب المغرب بتنظيم نسخة استثنائية، باعتبار الآن نعرف جيدا المغرب سيقدم ملف ترشح لاحتضان كأس العالم. البلد الذي سيقدم ملف لاحتضان كأس العالم مطالب بتقديم نسخة استثنائية لكأس أفريقيا. ربيع، أعتقد حتى الكاف ذهب في هذا التوجه. من مصلحة القارة الإفريقية، من مصلحة الجميع أن تنظم المغرب كأس أفريقيا 2025، لأنه هذا سيكون عامل مساعد في ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2030. واتفق معك، لكن الأكيد بأنني كذلك أركز على نقطة، على أنه مسألة تنظيم كأس إفريقيا واختيار المغرب لكأس إفريقيا للأمم هذا رجع بالأساس إلى الملف القوي الذي نال ثقة كل المصوتين داخل المجلس التنفيذي للاتحاد القاري. والثاني نقطة، وهي بكل تأكيد سوف تكون بروفة من أجل التحضير لكأس العالم 2030، ولهذا شفنا خاصة على مستوى الملاعب، الملاعب أو الستة الملاعب التي سوف تلعب فيها الكان، أقل ملعب على مستوى المقاعد يتجاوز 45,000، عكس ممكن ما شاهدناه في النسخ الماضية، بحكم أن يكون هناك ملعبين أو 3 ملاعب ل40 إلى ما بين 40 و 60,000، لكن باقي الملاعب تكون فقط أقصاها 20-25,000. ولهذا أقول بأن المغرب يعني من خلال تنظيمه بهذه الكان الأكيد بأنها ستكون بروفة تحضيرية كتة من خلال الملاعب، وبكل تأكيد على مستوى البنيات التحتية، سواء الطرقات سواء السكك الحديد، وكذلك حتى على مستوى الفنادق، من أجل أن يكون المغرب حاضرا إن شاء الله لنان استضافة كأس العالم 2030 مع الإسبانيا وكذلك مع البرتغال. صحيح.
نمشي مباشرة أيضا لشريف شريف عبد القادر من القاهرة، دائما سعداء جدا بوجود الإعلامي المتألق والمتميز شريف عبد القادر معنا دائما في برنامج الكرة العربية. شريف، أيضا المغرب الحقيقة المغرب أنه ينظم كأس أفريقيا الآن سيكون مسلط عليه ضغط باعتبار الجميع ينتظر كأس إفريقية استثنائية، لأن المغرب تقريبا الجميع متفق أنها من أفضل الدول الإفريقية من حيث المنشآت الرياضية، نجحت في تنظيم كأس العالم للأندية، تقريبا الدولة الإفريقية الوحيدة التي نظمت كأس عالم للأندية. نعرف جيدا الدول العربية قطر، السعودية والمغرب التي نظمت كأس العالم للأندية، صحبة الإمارات طبيعي جدا، يعني هذه الدول هي التي نظمت كأس العالم للأندية. يعني هذا سيسلط ضغط من أجل أن نشاهد ممكن أفضل نسخة لكأس أفريقيا. في البداية طبعا سعيد بوجودي معاكم ومع ضيوفك الكرام سواء في الاستوديو أو عبر السات. بالتأكيد المغرب استحق أن ينال شرف تنظيم كأس أفريقيا 2025 نظرا زي ما قلت للنجاحات اللي حققها في الفترة الأخيرة في معظم التظاهرات الرياضية والكروية اللي استضافتها المغرب، كأس العالم للأندية، كأس الأفريقية طرح 23 المؤهلة لباريس 24، كأس للسيدات، كل البطولات اللي استضافتها المغرب مؤخرا أثبتت فيها نجاح كبير جدا، وأثبتت أن لديها بنية تحتية وملاعب جاهزة لاستضافة أي تظاهرة رياضية من اليوم أو كروية من اليوم مش 25. وأعتقد أن هناك عدة أسباب دفعت المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي إلى دعم الملف المغربي. فمن غير المعقول وغير المنطقي أن دولة أفريقية تطلب تنظيم كأس العالم 2030 ويتم رفض ملفها في تنظيم كأس الأفريقية قبلها ب5 سنوات. ده معناه عدم مساندة وعدم دعم للملف المغربي في استضافة كأس العالم. وزي ما قال متسبي في المؤتمر الصحفي ان هناك اتفاق من كافة الدول الأفريقية ال50 دولة أو الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على دعم الملف المغربي في كأس العالم. زي ما شفنا الملف المغربي هو الأفضل، هو الأميز، هو اللي بيحمل كل المعايير اللي وضعها الكاف لاختيار الدولة المنظم ل 2025، وده هيحطنا في مأزق في 2027 زي ما قال التقرير اللي في بداية الحلقة ان اختيار الثلاثي لكينيا واوغندا وتنزانيا ده مأزق كبير للاتحاد الافريقي. وانا يعني احط تحتيه عنوان الهروب الكبير من الاتحاد الافريقي في مواجهة الدول اللي كانت قادرة على تنظيم افريقيا 2027. ولكن اعتقد ان المغرب يستحق، المغرب قادر على تنظيم كاس استثنائي يقدم بيه نفسه كملف مطروح لاستضافة 2030، وإن شاء الله يكون في تميز للمغرب في 2025 وفي المونديال 2030. واضح كابتن شريف، تقريبا أشاطرك الرأي تماما. كنت نمشي لطارق، ولكن قبل ما نمشي لطارق باعتبار شريف تحدث على 2027 نمشي الحكيم في هذه النقطة، لأنه الحقيقة حتى وضحها موتسيبي أنه تقريبا من شبه المستحيل أن تنظم نسختين في شمال إفريقيا في المغرب العربي بعد المغرب الجزائر، لأنه الحقيقة الجزائر أفضل بكثير من الملف الثلاثي الذي سيكون بين تنزانيا وأوغندا وكينيا. الجزائر تقريبا من أفضل 4 دول في إفريقيا من حيث التنظيم، صحبة مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، ولكن الحقيقة الأمر صعب جدا. المغرب ممكن لها أسبقية في التنظيم في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تنظيم كأس العالم للأندية. المغرب عندها ملف ترشح لاحتضان كأس العالم 2030، لهذا أعتقد أنه الانسحاب من 2027 كان منطقي حكيمة، باعتبار يعرفون جيدا أنه يعني في نسختين في سنتين في المغرب العربي الأمر صعب جدا أو مستحيل. أولا مبروك للمغرب احتضان كأس أفريقيا، وهذا سيكون إضافة كبيرة لإفريقيا، لأنه نعرف المغرب وقوتها في مثل هذه التظاهرات. كذلك هذا الجيل الذهبي من اللاعبين يستحق فرصة الفوز بكأس إفريقيا. 88 آخر مرة نظمت المغرب هذه البطولة، كانت رابع الفرق، يعني كانت الجزائر الثالثة، نيجيريا الثانية، والكاميرون هي كانت البطل. إذا عدنا الآن إلى انسحاب الجزائر انسحبت 2025 2027. واضح الأمر
أن الرئيس الجديد وليد صادي قال يجب الآن ولو أنه بصفة رسمية الانسحاب موجود في 2027 لأنه في 2025 في كل لا الحقيقة هذاك رسميا هيكل رسميا الأوراق التي سربت وتكلم عنها المغودي هي نتائج المكتب الألماني أو مكتب الاستشارات الألمانية. لكن العجيب في نتائج هذا المكتب أنه كيف لزامبيا أن تتفوق على الجزائر في البنية التحتية، في العلاقات، في الأمن وفي التنظيم. أنت تتحدث على 2025. أنا نتكلم على نتائج المكتب الألماني. المكتب الألماني هي 2025 الأمور واضحة حكيم، حتى ما ندخلوش في جدال عقيم. مش جدال لكن يجب أن نوضح الأمور. إذا كانت زامبيا أحسن من الجزائر في الهياكل، في البنية التحتية، في الطرقات، في الأمن وحتى في السياحة، إذا المكتب الألماني هذا المفروض أنه كذلك يختار. لماذا الجزائر انسحبت من 2025؟ الجزائر انسحبت لأن وليد صادي الآن وهو رئيس جديد فكر وقال يجب الآن أن يعني يصلح المنظومة الكروية في الداخلية يعني في الجزائر. حسب رأيك حكيم، مع اسف يعني على المقاطعة، ولكن في بعض الأحيان الأشياء لا يمكن تمريرها. يعني رئيس يجي بعد أسبوع وحده بصفة أحادية يقرر الانسحاب، هذه سلطات عليا، هذه الدولة هي التي تقرر هذا الأمر. رئيس جديد بعد أسبوع يقرر الانسحاب. رئيس جديد 3 أيام بعد ترسيمه كرئيس اتحاد كان له لقاء مع رئيس الدولة الجزائرية وتم اتخاذ القرار، وهذا قرار سياسي دبلوماسي، قرار سياسي دبلوماسي. إذا عدنا الآن إلى 2027 يا هيكل، الجزائر أكيد أنها لم يكن لها الحق بنسبة تداول المناطق في احتضان هذه التظاهرات. لكن أنا نقول ونضيف أنه في الأخير المغرب هو من بين أحسن البلدان من حيث الهياكل، رفقة مصر، رفقة الجزائر، رفقة جنوب إفريقيا، لكن على موتسيبي أن يغير لهجته. ليس في كل بلد يتكلم على حسب إرضاء البلد. إذا ما قاله أن كل البلدان يعني اتفقت على ترك المغرب فرصة التنظيم. المغرب يستحق هذا التنظيم والبلدان لم تترك لها هذه الفرصة. لكن نذكره أنه حتى المغرب في 94 في ترشيحها في 94 البلد الواحد الذي ساند المغرب هو الجزائر. إذا على موتسيبي أن يعيد حساباته وأن يغير من لهجته ومن كلامه ومن دبلوماسيته. ولكن في الأخير حتى نكونوا واقعيين، نكونوا يعني نحكيه بصفة منطقية. الحقيقة أنا نشوفها منطقي جدا أنه دولتين في شمال أفريقيا في المغرب العربي صعب جدا أن تنظم نسختين بصفة متتالية. وهذا لا ينقص من قيمة الجزائر التي تعتبر من أفضل الدول من حيث البنية التحتية. تقريبا الجزائر ب5 أو 6 ملاعب جديدة دخلت في منظومة أقوى الدول الإفريقية التي بإمكانها تنظيم صحبة مصر والمغرب وجنوب افريقيا. 30 ثانية ربيع. لا، هو 30 ثانية لما نتكلموا على الانسحاب يكون من خلال قنوات رسمية. وانا اعتقد منذ بدايتي معك في هذا البرنامج في 2013 اشهد دائما بالكفاءة لبرنامج الاعداد للكرة العربية. معناه انه برنامج الاعداد للكرة العربية لم احضر لاي برنامج وانه تناسى او لم يعلن عن اعلان رسمي لجهة معينة. وبالتالي انا اليوم اتفاجأ إذا برنامج لم يكون من خلال التقرير بأنه فعلا الجزائر انسحبت، والانسحاب يكون من خلال القنوات الرسمية. وأنا أؤكد كلامك على أنه المغرب فاز باستحقاق في تواجد الجزائر. الجزائر لم تنسحب من 2025 ولا يوجد أكثر قناة رسمية مثل تصريح رسمي لرئيس الاتحاد أمام القنوات الجزائرية، وهو ليس مطالب أن يصرح في القنوات العالمية. المواقع الرسمية للاتحادات موجودة. لحظة هو القنوات الرسمية والمواقع الرسمية موجودة لماذا؟ لإعلان هو المفروض أنه ولتنوير الجمهور. هو المفروض ينزل بيان صحيح في الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري. هو لم يتكلم أخي هيكل. أنا لما أتكلم لم يكن هناك بيان. التصريح هو شخصي. لا هيكل شخصي. لو كان رئيس اتحاد أنا اليوم صلة القرار يقول لي في بيان رسمي. أنا لما أتكلم اليوم على انسحاب أنا لما نتكلم اليوم على انسحاب أبو علامي أكد لي في بيان رسمي ما كانش في التقرير. اي لا ابو علامي اكد لي في بيان رسمي. انا نعرف على ابو علام ونعرف كفاءه ابو علام. دخلنا في جدال يعني عادي جدا. المغرب استحق تنظيم كأس أفريقيا 2025 والجزائر بقيمتها كان المفروض أن تنظم كأس أفريقيا 2027 ولكن باعتبار عدم إمكانية تنظيم كأسين في منطقة جغرافية واحدة سيتأجل هذا الأمر. وأنا متأكد أنه 2029 ستكون في الجزائر إن شاء الله. لماذا نتكلم عن الانسحاب إذا فاز المغرب بالاستحقاق؟ لماذا لم نتكلم عن الانسحاب
لما ترشحت الجزائر مع الست الدول الإفريقية ولم تنل احتضان 2019 و2021 الجواب سهل، لأنه كان هناك رئيس ليست له الخبرة والتجربة وهو جايد زفزاف. طارق سالم إلى حد الآن لم يتحدث مباشرة. وجايد زفزاف ووليد صادي رئيس جديد هيكل. تعرف وقت دخل 52 دقيقة دخلنا في جدل عقيم جدا. لا ولكن وليد صادي كرئيس جديد أخذ هذا القرار، يعني لا مستحيل. هذه مستحيل أنه ياخذ قرار رئيس اتحاد جديد في 5 أيام ياخذ قرار. أنا معك، ولكن الشيء الجميل أنه بوعلام أكد لي على وجود البيان الرسمي. أنا يكفيني تصريحه، ولكن انسحاب الجزائر في حد ذاته يعني هذا اعتراف ضمني أنه المغرب سيحتضن كأس أفريقيا. يا هيكل الجزائر مساندة لاحتضان المغرب، هذا هو اللي قلنا. هي البلد الوحيد الذي ساند المغرب في ترشيحه في 94 لكأس العالم. يا هيكل نمشيو لطارق سالم. نمشيو لطارق سالم. نمشيو لكابتن طارق سالم. كابتن طارق، طبيعي جدا اعتقد انه التنظيم كأس افريقيا هو الحلقه الاخيره ممكن من اجل انه نقوي ملف تنظيم المغرب ل 2030، لانه الجانب الفني المغرب نجحت بامتياز في قطر، اكملت رابع العالم، احتضنت افخم التظاهرات العالميه. المغرب متواجده بامتياز الان في القاره الافريقيه وممثله بامتياز في القاره الافريقيه. تقريبا الحلقه الاخيره كانت تنظيم كأس افريقيا. اكيد هيكل، اكيد، وهذا هو اللي يمكن باش يسلط ضغط على المغرب. نعرفوا المغرب معناتها نجح في تنظيم كأس العالم للأندية، وهي تظاهرة ماهيش سهلة. معناتها تعرف معناتها أندية عالمية، أندية كبيرة باش تجي. يمكن كأس افريقيا أصعب لأنه معناتها أكثر فرق وأكثر جماهير، يعني البنية التحتية نتاع البلاد لازمها تكون معناتها محترمة جدا، وهذا اللي المغرب ما نشكوش في قدراته. بالنسبة لي معناتها مكسب كبير سواء كانت في المغرب ولا في الجزائر، على خاطر شوف احنا الجماهير الرياضية نحبوا معناتها الكورة. المشكلة في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء يمكن بخلاف بعض البلدان اللي هي قليلة برشا، صعوبة التنقل للبلد اللي ينظم كأس افريقيا عائق على الجماهير. وتعرف كرة قدم من غير جماهير ما عندها حتى قيمة. والأمن زاد نتاع البلاد كذلك حاجة مهمة. التنقل بين المدن في المغرب، سواء في المغرب ولا كانت كانت في الجزائر ولا في مصر، أسهل برشا من التنقل بين المدن في المناطق أخرى من أفريقيا. نعتقد معناها هو الاختيار معناتها كان معناتها معقول جدا من معناتها الكاف. احنا ديما ننتقدوا الكاف وخياراتها وكل شيء، لكن في هذه معناتها معقول جدا انه المغرب يفوز بتنظيم كاس افريقيا 25 حتى يكون عنده اكثر حظوظ باش يفوز بتنظيم كاس العالم 2030. وهذا شرف لنا احنا كعرب وكبلدان معناتها شمال افريقيا، انه ان شاء الله المغرب ينجح نجاح كبير في 2025 حتى يكون خير داعم معناتها باش يفوز ب 2030 في كاس العالم ان شاء الله. واضح. نمشي للاستاذ محمد الميغودي. لا شك الاستاذ محمد الميغودي سيعود للتعليق، ولكن بسرعه فقط استاذ محمد الميغودي حتى تكون الامور واضحه. وايضا هناك من قال انه ممكن تنظيم المغرب لكاس افريقيا 2025 ممكن سيذيب الجليد ان صح التعبير، الجليد ممكن او بعض الاشكالات اللي ظهرت في الفتره الاخيره بين موتسيبي والاتحاد المغربي لكره القدم. يبدو ان العلاقه كانها رجعت كافضل ما يكون ان صح التعبير بعد اسناد المغرب تنظيم كاس افريقيا. والله عزيزي هيكل، أنا دعني في البداية أن أذكر بأمر بسيط جدا، أن في هذا البرنامج برنامج الكرة العربية نتفادى ما يسمى بالأنا، لأن هدفنا هو خدمة البرنامج وهو احترام البرنامج واحترام القناة. دونك الأنا نغيبها بشكل كبير. لابد من توضيحات بسيطة جدا. أن المغرب في 2015 كان هو المنظم لنهائية أفريقيا واعتذر عنه، أي فاز بالتنظيم واعتذر عنه لأن كان قد أصيب بوباء أيبولا. وإن كان في تلك الفترة هذا القرار اتخذ نقاشا داخل المغرب لأن بلد ديمقراطي. ثانيا، سواء كان الانسحاب أو لم يكن الانسحاب، قوة الملف المغربي واضحة ولا مجال للمناقشة لا من أحد لا من قريب ولا من بعيد.
المسألة الثالثة، أنا أعتقد وأطمئنك العزيز هيكل وأطمئن العزيز طارق أن لن يكون هناك ضغط على المغرب، لأنه نظم الكثير من التظاهرات ونجح فيها. وأيضا أذكر الجميع بأن المغرب هو واحد من الذين ساهموا في تنظيم مونديال قطر في هذه الملحمة العربية العظيمة، وبالتالي أن الضغط الذي قد يكون في التنظيم غير موجود. على مستوى الأمن بلد استثنائي، على مستوى المواصلات حدث ولا حرج، وكل الأمور هي أن هناك التزام ملكي في تنفيذ كل تفاصيل هذا الملف. المسألة الأخيرة التي أقول لك عزيزي هيكل وأختم بها في هذا الموضوع، نحن في المغرب كنا ننافس أنفسنا، كنا نميز مدى قوتنا ونقيس مدى قدرتنا على تنظيم نهائيات إفريقيا تحضيرا للمونديال. لم نكن ننافس أي بلد في هذه البلدان التي كانت تنافسنا، لأن كنا متيقنين من قوة ملفنا ومن قوة أيضا كل تفاصيل هذا الملف. ودعني أقول بشكل بسيط أن الانسحاب بعد أن وصل وأن حقق مكتب الدراسات لكل تفاصيل الملفات، أنا أعتقد هذا اعتراف بقوة الملف المغربي بكل وضوح. وما جاوبتنيش على موتسيبي في دقيقة على الأقل، 30 ثانية. والله عزيزي هيكل أنا أقول لك بكل أمانة، موتسيبي هو الذي يحتاج إلى المغرب وليس المغرب الذي يحتاج إلى موتسيبي. وأقول لموتسيبي قال بأننا ندعم الملف المغربي، أقول لك يا موتسيبي بأن دورك هو فقط صوتك، أما ما تبقى هو للأجهزة الكبرى للدولة المغربية. واضحة العلاقة واضحة، وضحها أستاذ محمد الميغودي وفسرها وبينها بطريقة يعني جلية، بطريقته الخاصة جدا، دون أن يفصح عنها بطريقة ممكن بالكلام أو بكلمات واضحة. مباشرة نكمل مع شريف ومع طارق في هذا الموضوع حتى أختم. بعد قليل سيكون معنا عبد الحق بن شيخة مباشرة من الجزائر. شريف، لما الحقيقة لما نتحدث على ملف مغربي وتنظيم كأس عالم، واحنا في الفترة الأخيرة في إقالة، أعتقد إقالات مسؤولين في الكوت ديفوار. الكوت ديفوار بعد أشهر قليلة وإلى حد الآن ملاعب غير جاهزة وإقالات مسؤولين، والملعب الرئيسي الذي سيحتضن حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية والنهائي ملعب تعيس جدا، سيء جدا، شاهدته حتى في مباراة الترجي الأخيرة في الشامبيونز ليج الإفريقية أمام الديوان البوركيني، ملعب الحقيقة تعيس. يعني تقريبا في ظل هذه الظروف أعتقد يعني نتحدث عن رفاهية غير عادية ستكون في 2025 مقارنة بما نشاهده في القارة الإفريقية.